أكبر الأكاذيب التي دخلت المدرسة وتقال لدى النخب المغربية وروجت كثيرا أن الدولة المغربية تأسست مع شخص واحد جاء من المشرق. دولة الأدارسة هي إمارة وجدت بين إمارات أخرى كانت أقوى منها. بما أن إدريس علوي فإذا سنبدأ منه التاريخ لكي نعطي شرعية للدولة. نحن نعتبر أن جيوش الأمويين جاءت غازية بمنطق التاريخ، وهذا الغزو لا يشفع له أن هناك عقيدة. لا يمكن أن نقول بما أنهم جاءوا بدين فليسوا غزاة بل هم فاتحون. من سيقنع الكاهنة أو كسيلة بأن هؤلاء جاءوا بدين وأنهم فاتحون وليسوا غزاة؟ هؤلاء أبطال وطنيون واجبهم الدفاع عن الأرض. الدفاع عن الأرض. هل يوجد ملك في العالم ستأتي جيوش من خارج حدوده لتغزو بلده وسيرحب بها بالورود والرياحين؟ غير موجود. لابد أن يحارب دفاعا عن الأرض وعن البلد. فنظرنا إذن إلى تاريخ الغزوات الإسلامية بنظرة محايدة، ليست نظرة عداء وتحامل، ولكن ليست نظرة تقديس. فجئنا بنصوص المؤرخين المسلمين وقمنا بتحليلها، فوجدنا أنها أنواع. فيها المؤرخ النزيه الذي أقر بأن الجيوش الأموية جاءت تبحث عن السبايا والغنائم، وأقر بأن ولاة الأمويين كانوا طغاة ظالمين وعنصريين في التعامل مع غير العرب، والنصوص كثيرة وقد نشرتها بنفسي. ثم هناك رواية أخرى في تقديس هذه الشخصيات وتحويلها من شخصيات تاريخية إلى شخصيات نورانية، كمثل النص الذي يتحدث عن أن عقبة بجيشه جاء إلى واد كثير السباع والحيات والعقارب، فاشتكى الجند من كثرة الحيات والعقارب والسباع، فرفع يده إلى السماء فذهل الناس وهم يلاحظون السباع تحمل صغارها وترحل أمام جيوش العرب، والحيات وهي تنسل وتهرب من جيوش العرب، والعقارب تتجه كلها اتجاه واحد لكي تفسح المجال لجيوش الأمويين لكي يمروا. يعني الأسطورة. هذا نص عند مؤرخ يتحدث عن شخصية عقبة بهذا الشكل الأسطوري. طبعا وجدنا رجالات حركة وطنية مغربية يعيدون كتابة هذه الأشياء ويقدمونها على أنها تاريخ وأنها علم. وميسر الحقير ورد في كتاب النبوغ المغربي في الأدب العربي لعبد الله قنون بهذا الاسم. يعني عبد الله قنون يعتبر أن الرجل الذي حرر المغرب من الهيمنة السياسية والعسكرية الشرقية حقير، لأنه أسس لاستقلال المغرب سياسيا عن المشرق. ومن سماه الحقير؟ سمته الإيديولوجيا العربية. ولكن هذا الرجل الذي سمي بالحقير يروي عنه المؤرخون المسلمون أنه ذهب عند الخليفة الأموي لكي يتظلم عنده من ولاة الأمويين، فرفض استقباله 15 يوما وهو على باب الخليفة ولم يستقبل، فعاد إلى المغرب وأقام ثورة وأباد جيش العرب عن آخره. معركة الأشراف سميت معركة الأشراف لأنه قتل فيها جميع العرب. فكيف نقرأ هذه الأشياء؟ ينبغي أن نقرأها بشكل تاريخي فقط، لا نتحيز لها ولا نكون ضدها، ولكن علينا أن نزيل أحكام الإيديولوجيا العربية الإسلامية لأنها ليست علما وليست نظرة تاريخية متجردة. أختم بالحديث عن بناء الدولة المغربية أو تشكلها. من أكبر الأكاذيب التي دخلت المدرسة وتقال لدى النخب المغربية وروجت كثيرا أن الدولة المغربية تأسست مع شخص واحد جاء من المشرق. هل هذا شيء معقول أن تتأسس دولة بمجيء شخص
من المشرق. سمي بدولة الأدارسة هي إمارة وجدت بين إمارات أخرى كانت أقوى منها، إمارة برغواطة، إمارة نكور، إمارة سجل ماسة، وجد الأدارسة كإمارة أيضا بين إمارة، وليس تأسيسا للدولة المغربية. الإيديولوجيا هنا الدينية والسياسية تلعب دورها. بما أن إدريس علوي فإذا سنبدأ منه التاريخ لكي نعطي شرعية للدولة، وهذا شيء معروف في الإيديولوجيات السياسية، كيف نلعب بالتاريخ من أجل بناء شرعية لدولة. ونحن اليوم نقول ما يلي: الشرعية الحقيقية لأية دولة هي الشرعية الديمقراطية في زماننا هذا، ولا توجد رواية تاريخية مفبركة يمكن أن تعطي شرعية لأية دولة في العالم إذا لم تكن دولة عدل ومساواة ودولة ديمقراطية. فإذا كيف نتحدث عن أن الأدارس بداية الدولة في المغرب ولا نذكر المرابطين الذين اكتسحوا رقعة واسعة وأسسوا أمبراطورية من مملكة غانا إلى الأندلس إلى تونس، ولا نسميهم بناة لدولة، نعود إلى إمارة قبلهم لأسباب إيديولوجية وليس فيها أساس للعلم. آخر نقطة هي أنه اليوم ما زلنا نقاوم في المقررات الدراسية لأطفالنا معطيات غير علمية وتنفيها الوثائق، وندعو المؤرخين ومؤلفي الكتب المدرسية إلى أن ينظروا بنظرة العلم النزيهة وليس نظرة التحيز الإيديولوجي. كيف يمكن أن تقدم لتلامذتنا وثيقة اسمها الظهير البربري برواية سياسية لحزب سياسي، ولا أثر لها في وثيقة الظهير على الإطلاق، ونتحدى أيا كان أن يثبت بأن الوثيقة المسماة بهذا الاسم تتحدث عن تنصير البربر. ولكن مجموعة من الناس من البرجوازية المدنية اتفقوا في سلا على أن يحرضوا العامة على الظهير، فقالوا لكي نحرك العامة ينبغي استعمال الدين، فقالوا الظهير يهدف إلى تنصير البربر. وهذه أكذوبة كبيرة ونجدها اليوم في المقرر الدراسي كما لو أنها حقيقة تاريخية.